مكافح بشار. طيب دكتور، نسأل الآن عن قضية مهمة جدا، وهي هل الأولوية الآن هم النازحين أم الأولوية الذين هم متواجدون الآن تحت القصف، حتى لا يفهم من حديثنا أن نتحث على العمل الخيري للاجئين السوريين؟ من الأولى؟ الأولى الذين هم تحت النار. هؤلاء نحن نقول لهم واجب ينبغي أن نؤمن لهم، لكن هؤلاء الموجودين هي الأزمة وهي المشكلة وهم يعانون. نحن الآن نريد كما ذكرنا منظمة المؤتمر الإنساني تأخذ قرارا يستطيع أن يمكن، وأيضا المجتمع القرار الذي صدر في تونس نسأل أن تكون ممرات آمنة. نحن نريد من شبل الفيصل الذي واخذ هذا الموقف أنه يواصل، لأنه ولاة الأمر الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وثقوا به، وهو الآن يمثل المملكة في المؤتمرات في هذا الشأن. نحن نريد مواقف مشرفة، نريد أن يكون هناك مواقف لمساعدة إخواننا في الداخل بأي طريقة كانت حسب ما يروه يعني الساسة، لأن نحن لا نتكلم في الأمور السياسية لأنها قرار سياسي له، نحن نتكلم في الأمور الإنسانية. نحن نريد كمؤسسات إنسانية نريد أن يفتح الطريق لنا، نريد أن تقدم لنا التسهيلات من جميع الحكومات، حكومة الأردن، حكومة تركيا، بس بشار يخاف انكم تجاهدون الحكومات الخليجية. بشار يخاف تدخلون انتم تقومون بعمل سياسي تجاهدون. لا، هذا قضايا الجهاد، هذه الافتاء المفتي لا أنا أدري الآن لما تمنع يا شيخ المؤسسة العمل الإنساني الخيري، هل الخوف من ماذا؟ نحن نقدم لهؤلاء المسلمين المحتاجين، نقدم أعمال إنسانية. لماذا هم خائفون الآن؟ هل ممكن يعني يشكون أن العمل الخيري ممكن يتدخلون ويقاتلون مع الشعب السوري؟ المؤسسات هذه مؤسسات إنسانية خيرية، لا هي مؤسسات إنسانية تقدم الدواء وتقدم خدمات فقط. أما قضية الجهاد وقضية هذا قرار هذا قرار سياسي، قرار السلطة علماء الشريعة، هذا يقرره علماء الشريعة ويقرره ولاة الأمر في البلدان الإسلامية. لكن نحن نتكلم على الأعمال الإنسانية، دورك إنساني فقط. نحن نتكلم على الدور الإنساني. تعمل تحت وفق الأنظمة الموجودة ولا أحد يتجاوزها، لكن ما أدري لماذا العمل الإنساني مغلق في والله هناك شوف، أنا سأكون صريح. أنا أكون صريحا يعني. تبغى صراحتك بعد الاتصال ولا قبله؟ خلنا بعد الاتصال عشان أفكر، هذه الصراحة هذه قد توقعني في حرج أو لا. لا، وقعك المتصل في حرج وقال لك تفضل، أنا فصل هو. يلا أعطي صراحتك. صراحتي أنني أنا أوجه رسالة لجميع الحكومات الإسلامية. يعني هذه المنظمات الموجودة الآن في الدول الإسلامية بعد الأحداث التي حدثت في أمريكا دخلنا في سجن عظيم كبير، فأصبح هناك عدم ثقة. لا تثق كثير من الدوائر الحكومية وخاصة الأمنية لا تثق بالمؤسسات الخيرية الإسلامية، نكون صريحين، ويتهمونها أنها لديها سرية وأنها لا توضح قوائمها المالية. وأنا أقول أن جميع المؤسسات، نحن حتى لو حدث أخطاء عند هذه المنظمات نحن منكم وإليكم، نحن تحت إمرتكم، نحن تحت إمرة ولاة أمرنا، كل بلد مسلم تحته المسلمين الموجودين. نحن نقدم، أعطونا ما تريدون من الأنظمة المالية، أعطونا ما تريدون من الأنظمة واللوائح سنطبقها. وأيضا يجعلوا من يكون من الإدارات أن يعمل معنا متطوعا. نحن لا نريد أن يكون هناك حساسية بين الجهاز الأمني وبين المؤسسات الإنسانية. نحن ما نمانع أن يكون مسؤول من الجهاز الأمني يعمل في أي مؤسسة خيرية، ما عندنا شيء نخاف منه. نحن نحفر بير، نبني مسجد، نبني ملجأ، نبني بيت، نعين مسلم، نغيث ملهوف. عمل إنساني واضح. طيب. وسندات واضحة. خلينا ناخذ اتصال. ولذلك فضل الله سبحانه وتعالى نحن نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على هذا المرسوم الملكي الذي صدر بعد قرار مجلس الوزراء من أشهر بقضية تحويل الأموال وقضية استقبالها في المملكة، وهذه مبادرة من. الحين المؤسسات الخيرية في السعودية ما تستطيع أن تعمل يا شيخ إغاثة في الأردن مثلا؟ لا تستطيع تعمل. لا الحمد لله المملكة الحكومة تشجع، لكن نطلب نحن المزيد من التسهيلات. نطلب المزيد من التسهيلات، والحمد لله ولاة أمرنا من كل خير قريب، وهم دائما قدوتنا، نحن نقتدي بهم. وخاصة أن الملك عبد العزيز رحمة الله عليه ومن تبعه من أبنائه كلهم ضربوا لنا نماذج. لو رأينا كل سيرة الملك عبد وأبنائه كلهم لهم مراكز. أنا أشرف على مركز الأمير سلطان الثقافي في النيجر، هذا بناه الأمير سلطان. لو رهبت إلى كل مكان وجدت مركز خادم الحرمين في دولة كذا، مركز خادم الحرمين في أسبانيا، مركز خادم الحرمين في كل مكان. أعمال الخير تمتد، لكن نحن نقول أنه ليس كل عمل خيري شعبي. الآن الحملات الشعبية التي تكون دائما يرأسها مسؤول حكومي. طيب دكتور، لماذا نحن لا يشركون نحن كشعب موجودين؟ يكون فيك ثقة، يكون ثقة بين الشعب. ما دام أن الحكومات الإسلامية تطلب الثقة من الشعوب، نحن أيضا نطلب من الحكومات